مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله رمضانكم مبروك. اليوم جيتكم بدبارة متاع شقة نفطر باش نعمل مع بعضنا شوربة شعير بالعلوش، قلية علوش زادة وسلاطة، وعنا لهنا طاجين جبن وخبزات مبسين فاوحين، وللديسير عملت معاكم بوزة متاع بوفريوة. هيا نشوفوا مع بعضنا كيفاش نحضروا هذا الكل. اول حاجه باش نبداو بها هو الخبز، نعملوه هذاك اكثر حاجه تشد وقت وكل. نبداو به هو. هنا حطيت 2 ساشيات خميره متاع خبز، هنا عندي كل ساشي فيها 5 غرامات و5. نحط 2 ساشيات ذوما متاع الخميره متاع الخبز، نزيدهم مغرفه كبيره متاع سكر، لهنا عندي 300 مليلتر متاع حليب يكون دافي باش نحط شطر الكمية، ونخلطهم مليح مع بعضهم. ونغطيوهم بابي سيلوفان ونخليوهم يتفاعلوا 10 دقائق، ومن بعد نرجعوا لهم. لهنا بعد ما تفاعلت الخميرة متاعي بالكدا، جي نزيدها 3 مغارف كبار متاع زيت زيتونة ولا زيت نباتي كما تحبوا. نجي نزيد عليهم كمية صغيرة متاع فيح الخبز اللي كنت عملت معاكم في تحضيرات رمضان. كنت تحبوا تنخليكم الفيديو في صندوق الوصف. نزيد الكونتيتي اللي قاعدت متاع الحليب. الخبز ديما كي تعجنوه بالحليب يجيكم يقعد لكم طري ويجيكم طري. ولهنا نجي نزيد الكمية متاع الفارينة اللي هما 150 جرام، عليهم 300 جرام سميد يكون أرطب. ديما الفارينة اشتر كمية سميد. ونزيدو شوية ملح راكم تنساوه. وتوا باش نحط الخليط هذا الكل يتعجن مدة 10 دقائق بالكدا بالعجانة، وإلا تنجموا تعجنوا بيديكم زادا، نعجنوه مليح مليح مدة 10 دقائق. لهنا العجينة متاعي اتعجنت بالكدا، نجي نخرجها من العجانة. لازمها تكون بالقوام هذا، تكون طرية وما تلصقش في اليدين. نجي توا نحط في قاع البول شوية زيت، وناخذ ندهنها هي من الفوق بزيت باش ما تعمليش شكل قشرة، ونغطيوها ونخليوها ترتاح ساعة كاملة، ومن بعديك نرجعوا لها اونتر طون باش نحضروا لي غوسيت الاخرين تاعنا. لهنا جيت باش نعمل معاكم الشوربة. لهنا نحط كمية صغيرة متاع زيت، الشوربة ما تحبش الزيت، مغرفة كبيرة متاع زيت اكهو. نزيد طروف اللحم اللي قصيتهم للشوربة، كل شيء على البارد، نخلطوا كل شيء على البارد. وجربوا طريقة هذه متاع كيفاش تحضروا الشوربة وتذكروني. لهنا عندي 5 مغارف كبار متاع شوربة شعير. لهنا انا قريت حساب شوربة باش نعملها متاع نهارين. نص مغرفة كبيرة متاع طماطم كونسونطري،
ولهنا عندي هذه الصوص طوماط هذه ياسر بنينه، ناخو منها مغرفه كبيره وشويه. فوالا تنجموا تعوضوها بكعبتين طماطم تقشروهم وتقصوهم جويدين وتحطوهم. لهنا عندي شويه هريسه عربي، توما حسب الذوق، تحبوها حاره برشا تحبوها حاره شويه. انا هنا حطيت شطر مغرفه كبيره. لهنا عندي هذايا انا كنجلته، خساره ما لقيتوش الفيديو من بعد باش نهبطه لكم في تحضيرات رمضان، اللي هو ميلونج عملته متاع معدنوس كلافس وكزبر، وجمدتهم هكيكه في القوالب هذوكم. كل مره تاخذوا منه شنو حاجتكم. الملح باش نفوح لهنا، زيد شويه كركم، وشويه فلفل احمر وفلفل زينه. اللي يحب يحط فلفل اكحل يحط، انا ما نحبش اكا. وهذا هو اللفاح بالنسبه للشوربه. لهنا باش نزيدها نص صحفه ولا نص كيس متاع ماء، ونحطها ديريكت على نار هاديه على الاخر. نخلط بيان سور. ولهنا نقول لكم شنو نسيت البصل والثوم، يعني باش نحطهم نسيتهم نورمالمون يتحطوا من الاول. لهنا انا عندي 3 بصلات كبار، فرمتهم بالطريقه هذه للحشتي بهم اللي غسلت الاخرين. زاده ناخذ لهنا كميه باهيه نحطها في الشوربه. وعندي زاده باش نزيد شطر راس ثوم مرحي. هنا هرستو انا بالنسبه لي انا شوربه شعير معناتها ثوم وكلافسه. نحركهم مليح ونخليها لين نشموا ريحه الشوربه تطلع. لهنا توا جيت باش نحضر معاكم القلايه. هنا حطيت شويه زيت، فريمون شويه. الحمعلوش يبدا مزيت شويه بطبيعته، فيه الشحم يسيب الزيت من بعد. نحط مغرفه ونص كبيره متاع بصل مفروم. انا هنا فرمته جويد على الاخر من بعد ما يقعدش. ونحطوا الطرف اللحم اللي باش نستعملوهم، ونخليوهم يتقليو زيد على نار هادي على الاخر لين اللحم والبصل ياخذوا لون هكا ويتقليو بالكدا ويسيبوا الماء نتاعهم. لهنا جيت باش نعمل التختوخ نتاع الطاجين. حطيت مغرفتين كبار هكاك نتاع زيت. نحط الكميه اللي قعدت متاع البصل، هنا عندي شطر ستر متاع الدجاج قصيته هكا بالشكل هذا مكعبات. لهنا باش نجي نفوحها. نحط شويه من الثوم مرحي. لهنا عندي اللفاح بتاع الدجاج اللي عملته معاكم زاده في فيديو في تحضيرات رمضان، نخليكم اللين تاعو في صندوق الوصف، فيه ديجا كل شيء. ونجي نزيد شويه كركم.
شوية ملح، نحرك مليح ونخليوهم يتقليو بالقدا. لهنا الشوربه متاعي ريحتها طلعت بالقدا كما تشوفوا، هيك السوائل اللي فيها الكل تبخرت. في المرحله هذه نزيدها كميه قليله متاع ماء باش ما تتحرقليش، ونخليها الزيت تتقلى شويه. لهنا القلايه متاعي كما تشوفوا اللحم والبصل سايبوا الماء متاعهم. لهنا باش نجي نفوحها كالعاده، نحطوا الملح، شويه كركم، وشويه هروس باش يعطيها هاك التوزويزه هكا شويه. نحرك مليح ونجي نمرق. ما نحطش برشا ماء، شويه بركه، خاطرني باش نخليها طيب فريمون في اقل عقلها، على نار هاديه نخليوها دوب ما نغطيو اللحم ونخليوه يطيب في عقله. هذه القليه سيء، هذه ارتحنا منها، نخليوها تطيب في عقلها. لهنا التختوخ اتقلى بالقدا كيف كيف، باش نجي نمرقو بشويه ماء. هذا زاد سايي، نخليه يطيب على روحه. ولهنا كما نشوفوا الشوربه متاعي ما شاء الله على الريحه ياسر بنينه. نجي نصب لها الكميه متاع الماء اللي حشتي بها، وسيء الشوربه لهنا ارتحنا منها. نمرقوها، نصبوا الماء فرد مرة الكونتيتي اللي حشتنا بها متاع الماء، ونخليوها تطيب على روحها، والشوربه سيء. لهنا في المرحله هذيا كي الشوربه متاعي طابت سيء، باش نزيدها كونتيتي متاع حمص، الحمص اللي عندي انا طايب ديجا، وباش نزيدها قراين متاع فلفل، ونخليوها جوست قرن الفلفل هذاك يذبل، وطابت عندي الشوربه. لهنا التختوخ متاع الطاجين خليته نشح على الاخر، زدتو كعب بطاطا قصيتها مكعبات هكاكا وقليتها في الاير فراير، عندنا شويه زيتون قصيته دي رونديل، وخمسة كعبات جبن مثلثات. وبما انه هو طاجين جبن نزيدوه الجبنات اللي عندنا الكل. هنا عندي شويه من موتزاريلا حطيت له، لهنا شويه خليط متاع جبن كيف كيف زدتلو،
وعندي شويه من الجرانا بادانو هذايا يشبه، قلت لكم قبل ديجا يشبه للجبن المالح نتاعنا في تونس. حطيت له شويه ما نملحوش، نحطوا المعدنوس قصيته ديجا، ونزيدوا العظم. لهنا انا خذيلي 8 كعبات عظم، نجي نخلطه بالكدا. ناخذ لهنا يتبقى الفور اللي باش نطيب فيه، ونحط له شويه زيت، ندهنوه بالكدا بالزيت في الاطراف الكل باش ما ديك يسهل علينا نحيو الطاجينه. نجي نصب الخليط نتاعي، نكون مسخنه الفور ديجا من قبل على 180 درجه، ونخليوه يطيب ساعه كامله. هنا الشوربه نتاعي سيء طابت، والفلفل طاب زاده، هاو القوام نتاعها. انا نحبها بالقوام هذا. تحبوها اكثر عاقده خليوها تعقد اكثر شويه، ولا نقصولها في الماء. لهنا جوست باش نجي نزيدها شويه من نعناع الشايح ونطفي عليها وسيل الشوربه نتاعي. جربوا الشوربه بالطريقه هذيا وقولوا لي ياسر جيت بنينه. هذه الشوربه سي. توا بعد ما ساعه كامله تعديت، الخبز نتاعي اخمر بالكدا. نجي لهنا نحاول نفرغ منه اكل هواء الكل، ونجي نحطه على البلون طرافاي كالعاده. باش نجي نحاول نعمل البودان نتاعي باش نقسمه. هنا انا عمل لي 3 خبزات، حاولوا تعملوهم متساويين. هذوما 3 خبزات نتاعي، بيان سور نغطيهم الاخرين باش ما يعملوا لي شكل قشره من برا، ونجي نبدا نخدم بالخبزه. حلوهم هكايا بالقلقال يعاونكم بالكدا. نحاولوا ندوروها هكا، ما نعملوهاش ياسر خشينه ولا ياسر جويده. نجي من بعد نحلها نستويها بيدي هكايا. بالطريقه هذه نحاول اني نستويها باش الكعبه تجي مرطوبه، ونحطها في الطبق نتاع الفور، ونجي نعمل فيها اشكال هكايا كيما انتم تحبوا. تنجموا تعملوا كيفي هكا ولا كيما تحبوا. ونطيبوهم في فور على 180 درجة كل واحدة مدة نص ساعة. لهنا باش نعملوا مع بعضنا حاجة حلوة اللي هي عصيدة بوفريوة. لهنا عندي 150 جرام بوفريوة عرشتهم في الاير فراير، خليتهم يتعرجوا بالكدا لين لونهم يحمر شوية. ولهنا باش نجي نرحيهم لين يوليو عجينة. لهنا بعد ما البوفريوه متاعي ولا القوام متاعها هكا كيما العجينه، نجي نصبها في الكاسوره اللي باش نطيب فيها. نحط لها عندي لهنا نص إيترا حليب، حطيت منها الكونتيتي شويه من الاول باش نحلها بها بالكدا. عندنا مغرفتين نشاء، نحطوا مغرفتين نشاء
كبار، ونحاولوا نحلوا الخليط الكل بالكدا باش ما كان شيء يتخلط مع الحليب، ما يقعدلناش كعابر. نخلطوها مليح على البارد. ونجي لهنا نكمل الكونتيتي متاع الحليب اللي قعدت، ونشعلوا عليها الغاز ونقعدوا نحركوا فيها لين تطيب معانا تعقاد. السكر ما نحطوهوش من الاول، حضرت بحذية 4 مغرفات سكر كبار، نجي نزيدهم في الاخر كي تعقاد هكا، نبعدها على النار شويه ونزيدها 4 مغارف كبار متاع سكر، والسكر حسب الذوق. انا هكا جيتني حلوه باهيه معناها. نحركهم السكر هذاك ونرجعها شويه على النار. لا لهنا العصيده متاعي حضرت. وهنا الطاولة متاعنا حضرت. هذه الشوربة، شوية حليب، شوية دقلة، القلية. لهنا عملت سلطة متاع فجل فيها طماطم ونشوة وشوية جبن وكبار. هذا الطاجين متاعنا ريحته بنينة. هذوما الخبزات بعد ما يطابوا. وهذه البوزة ولا العصيدة متاع البوفريوة، زينتها بشوية بوفريوة كونكاسي. وإن شاء الله شهية طيبة وبسلامة.